تخيل إنك ماشي في ممر ضلمة جوه مقبرة فرعونية عمرها آلاف السنين. الهوا تقيل والتراب مالي المكان، وكل خطوة بتعمل صدى غريب. وفجأة تلاقي قدامك تابوت أسود ضخم مكتوب عليه بالهيروغليفية: من يفتح هذا التابوت تطفأ أنواره إلى الأبد. الناس بتضحك وبتقول مجرد خرافة، بس اللي حصل بعد كده خلى العلماء نفسهم يقولوا إن اللعنة دي مش هزار. لو لسه مكمل معانا اعمل فولو ولايك علشان نكمل الحكاية الخطيرة دي. بداية القصة بدأت سنة 1890 لما مجموعة من علماء الآثار البريطانيين كانوا بينقبوا في الأقصر. واحد منهم اسمه توماس دوغلاس كان مهووس بالآثار المصرية، وكان حلمه يكتشف حاجة مختلفة عن أي مقبرة تانية. بعد شهور من الحفر لقوا مدخل ضيق جدا جوه الجبل. أول ما دخلوا لقوا الممر مليان رسومات غريبة بتحذر من غضب آمون را. لكن زي ما بيحصل دايما الفضول غلبهم. دخل توماس ومعاه الفريق، ولما وصلوا آخر الممر لقوا التابوت الأسود مصنوع من حجر البازلت الصافي، والنقوش حوالين الغطاء فيها رموز عن الموت والخلود. وفي النص مكتوب: آمون را سيد النور والظلام، بداية اللعنة. أول ما حاولوا يفتحوا التابوت النور اللي كانوا شغالين بيه بدأ يضعف فجأة، والجو بقى حر جدا كأنهم في جهنم. واحد من العمال صرخ وقال: أسيبوه، الملك صاحي جوه. لكن توماس اتجاهلهم وفتح الغطاء. الغطاء اتحرك بصوت رخيم تقيل، وجوه التابوت ما كانش فيه مومياء واضحة، كان فيه بطايا ملفوفة بشرايط حرير أسود وجمجمة مكسورة نصين. من اللحظة دي الكوارث بدأت. في نفس الليلة العامل اللي ساعد في رفع الغطاء وقع ميت فجأة من غير سبب. تاني يوم واحد من العلماء اتسمم غامضاً وهو بيشرب الشاي. وفي أسبوعين بس مات 3 من فريق الحفريات، والباقيين قالوا إنهم بيحلموا بوش فرعوني ضخم بيتكلم بالعربية القديمة وبيقولهم: رجعوا التابوت للنيل. لكن أغرب حاجة، التابوت اتشحن على إنجلترا، راح المتحف البريطاني، ومن أول يوم دخل فيه التابوت هناك حصلت حرايق غريبة وتماثيل اتكسرت لوحدها بالليل. وحارس المتحف قال إنه شاف ظل طويل بيمشي جوه القاعة بعد ما الكل خرج. لو لسه معايا لحد هنا اعمل لايك وفولو علشان تشوف باقي الأسرار اللي العلماء نفسهم خبوها عن العالم. تدخل العلماء بعد الحوادث دي، جابوا خبير مصري في الآثار اسمه دل سليم البدري. الراجل ده كان مؤمن إن اللعنات دي ليها تفسير علمي. قال إنه جوه التوابيت القديمة ممكن يبقى فيه غازات سامة اتجمعت مع الزمن، ولما تتفتح فجأة بتأذي اللي حواليها. لكن الغريب إنهم لما حللوا التابوت ما لقوش أي غازات ولا مواد سامة، لكن لقوا كتابة تانية داخل الغطاء من جوه بتقول: الليل لا يعرف من يوقظ الموتى. من بعدها المتحف قرر يقفل القاعة دي تماماً، واتقال إن التابوت اتنقل سراً سنة 1912 على سفينة رايحة أمريكا. اسم السفينة التيتانيك. المفاجأة الكبرى التابوت فعلاً كان على سفينة تيتانيك، ودي معلومة ذكرتها وثائق بريطانية قديمة. والسفينة دي زي ما كلنا عارفين غرقت بالكامل. الناس بدأت تربط الأحداث وقالوا اللي فتح تابوت آمون را هو اللي أيقظ لعنة غرقت العالم. لحد النهاردة محدش شاف التابوت تاني،
ولا حد يعرف إذا كان فعلاً غرق في المحيط ولا حد نقله لمكان تاني سري. لو شايف إن القصة دي تستحق، اعمل فولو ولايك علشان نوصل قصص أكتر عن لعنات الفراعنة الحقيقية. وفي الآخر، سواء كنت مؤمن باللعنات أو شايفها مجرد صدفة، ما فيش شك إن الحضارة المصرية القديمة مليانة أسرار لسه العلم نفسه مش قادر يفسرها. تابوت آمون رع فضل لغز محير لحد دلوقتي، بس الأكيد إن اللي بيقرب من أسرار الفراعنة دايماً بيدفع الثمن بطريقته الخاصة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الحكايات الحقيقية عن الفراعنة وأسرارهم الغامضة. أنا واستنوني في قصة جديدة من قلب الحضارة اللي الزمن نفسه بيخاف منها.